ايا كده يا جماعة، عايز اسألكم واسأل السادة المشاهدين سؤال مهم جدا جدا. هو احنا بننتقد المنتخب دلوقتي ده فعلا من اجل النقد ولا ده ترند؟ مساء الخير يا جماعة، اهلا بيكم في حلقة جديدة في بودكاست الكنبة في الملعب. طبعا زي ما انتم عارفين احنا دلوقتي بنعمل فيديوهات صغيرة لحد ما الاستوديو بتاعنا بيجهز، فان شاء الله انتظرونا قريبا جدا جدا في الاستوديو بتاعنا احنا الثلاثة ان شاء الله متجمعين مع بعض. مبدئيا كده يا جماعة، عايز أسألكم وأسأل السادة المشاهدين سؤال مهم جدا جدا. هو إحنا بننتقد المنتخب دلوقتي ده فعلا من أجل النقد ولا ده ترند والناس كلها ماشية بتسأل السؤال ده؟ ده ترند وإحنا كلنا كل واحد داخل يزود، ولا إحنا فعلا عندنا مشاكل في المنتخب؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا، أنا حابب الناس تشاركني فيه في التعليقات وتقول لي رأيك. أولا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. بجد الناس كلها بقت مدربين والناس كلها بقت جوارديولا يعني في نفسها. ف الموضوع بجد بقى مضايق و الكورة متغيرة جدا يا جماعة. أنا ما عنديش مشكلة خالص إن كل واحد بيغير رأيه في الكورة وبيغير قناعاته في الكورة، بس هي الفكرة كلها إن أنت ادي لنفسك وقت. ادي لنفسك وقت تعرف تحكم، لكن مش كل دقيقة أو كل ساعة تطلع تغير رأيك. يعني تاني احنا مع ان طبعا الكوره متغيره وفي حاجات فيها بتتغير، مش قرآن هو، لكن في نفس الوقت ادي نفسك فرصه تغير رأيك، تبنيه صح يعني. انما مش امبارح تقول حاجه والنهارده تطلع تقول حاجه تانية. دي برضو حاجه من المهمه جدا. انا بقى رأيي بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا جدا جدا، عندنا مدرب كويس، وعندنا مشاكل الاثنين. يعني الاثنين عندنا فيهم مشاكل، ان احنا عندنا لعيبه كويسين، طبعا عندنا لعيبه كويسين جدا، بس في نفس الوقت عندنا مشاكل. كابتن حسام حسن يا جماعه كابتن مدرب كبير جدا جدا جدا. تاني ما يبقاش كل واحد فينا جوارديولا. انا ما اعرفش طبعا كابتن حسام حسن ولا تربطني بيه اي صفه ولا اي حاجه. انا طالع اتكلم ان احنا بطريقه الهدم اللي احنا بنعملها دي، احنا ولا هنروح افريقيه هنعمل حاجه، ولا هنروح كاس العالم هنعمل حاجه يا جماعه. يعني ننتقد ما عنديش مشكله خالص، لكن ما نكسرش، ما ندمرش الناس. انا معاك ان كابتن حسام حسن طلع قال شويه كلام بعد الماتش في اللقاء الصحفي. حط نفسك مكانه برضو، الضغوط كبيره جدا جدا وهو حاسس ان هو في ناس كتير قوي ضده، حاسس بده، فعشان كده برضه هو طالع بيحاول يسرفايف وبيحاول يدافع عن نفسه، بيدافع عن نفسه بأي حاجة. أهم حاجة يا جماعة إن إحنا ما نبقاش بنطلع ننتقد من أجل الترند. ما نبقاش بنقول كلام ملوش لازمة. ننتقد من أجل الانتقاد الصح في المكان الصح. دي أكتر حاجة لافتة نظري يعني في الموضوع. لازم حتة مهمة جدا جدا يا جماعة، احنا بنتعامل مع اللعيبة دول بشر بيغلطوا، زي ما حضرتك بتغلط وزي ما انا بغلط وزي ما اي حد بيغلط. هم بني ادمين، الفرق اللي بيننا وبينهم ان هم المفروض يبقوا عارفين يتعاملوا مع هذه الضغوط ومتعودين على ده. لكن ما ينفعش نشيل منهم البوينت بتاعت ان هم بني ادمين ونتعامل معاهم ان هم آلات، ونفضل نضغط 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 نضغط. يعني هو وارد جدا ان هو يغلط، وارد ان هو ينفعل، وارد ان هو يطلع منه اي رياكشن منطقي جدا جدا، لان احنا تاني بني ادمين. في النهاية بس انا حابب ان احنا نفصل كويس قوي 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 بين ان احنا نبقى زعلانين او متضايقين، او ان احنا نطلع نهد الناس او نجلد الناس او ندمر الناس تماما. فيا باشا من حضرتك من حقك ان انت تطلع تنتقد بكل الاريحية، بس في نفس الوقت ما تدغدغش الناس علشان نعرف نوصل لبعد كده ونعرف نعمل حاجة كويسة جدا جدا في كأس الأمم، ونعرف نعمل حاجة كويسة جدا جدا في كأس العالم إن شاء الله. أنا ده رأيي بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، وحبيت أطلع أتكلم معاكم يعني سريعا سريعا. أتمنى إن شاء الله الحلقة الجاية نطلع نتكلم فيها عن تفاصيل أكتر وأكتر، ويبقى في حاجات حقيقية عارفين نتكلم فيها، مش طالعين نتكلم في الترند وخلاص. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة اللي جاية. دي كانت تعليقي سريعا جدا جدا عن الأحداث اللي بتحصل دلوقتي وعن المشاكل اللي مواجهها المنتخب، وأشوفكم على خير إن شاء الله.